هو ايه الافضل بين السقاية البلاستيك والسقاية الفخار؟ في الحقيقة كل واحدة فيهم ليها عيوب ومميزات. السقاية البلاستيك يعتبر مريحة اكتر للمربي، خاصة لو عنده حمام كمية كبيرة وعامل السقايات الاوتوماتيك. كمان بتاخد كمية مية اكبر، يعني لو المربي نسي ان هو يحط مية تاني للحمام فبتبقى في كمية كافية والحمام ما بيتعرضش للعطش. لكن عيوبها ان هي بتتفاعل مع الجو وبتتفاعل مع البلاستيك، فدوت مش صحي، بعكس الفخار اللي هو يعتبر فلتر طبيعي. يعني لو في اي رواسب بتتفلتر او بتنزل تحت او بتركض في الفخار، وده بعكس السقاية البلاستيك اللي اي رواسب بتبقى موجودة فيها من تحت وممكن يشربها الحمام. كمان المية اللي في الفخار ما بتتأثرش بالجو زي البلاستيك، لكنه متعب في نظافته لو عندنا كمية كبيرة، وعيبه ان احنا بندخله من جوه، يعني وارد ان الزبل يقع من تحت، بعكس البلاستيك اللي احنا بنحطه من بره، يعني ما بيتعرضش لوقوع الزبل فيه. والفخار لو اتنسى ممكن المية تنشف ويؤدي لعطش الحمام، غير كده هو أصح للحمام.